السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو هذا ان شاء الله غادي نقدم معكم غريبة البهلة. غريبة البهلة اللي كتعطينا واحد الكمية ما شاء الله وكتجي ناجحة ان شاء الله. غنشارك معكم حتى الاسرار ديالها باش تجيكم مشقة. كيف كتعرفوا بعد البنات كيديروها ما كيقولك ما كتشققناش. غنعطيكم الاسرار ديالها باش تشقق لكم من اول مره ان شاء الله. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش واحد اللايك. الله يجازيكم بالخير وتابعوا الفيديو حتى الاخر. ودابا ندوزو للقوام. بسم الله على بركه الله. هنا كيف كتشوفوا معايا هنا في القصريه ديالي كيف كتشوفوا معايا عندي 3 ديال الخمارات وعندي باكيه ديال الزبده، يعني اختاروا نتوما النوعيه اللي بغيتو. عندي زلافه الزيت وعندي زلافه ديال سنيده، عندي زلافه ديال الجنجله اللي مغسول ومنقي ومحمر، وعندي كاس ديال اللوز اللي محمر. هنا عندي الزبده ما بغاش تطلق ليا دابا كيف كتعرفوا البرد، يعني واخا كنجبدها من الثلاجه ليله ونهار ما كتطلقش. اللي غادي نسخنها شويه على البوطه. هنا غادي نطحن هاد اللوز. وسمحوا لي على هاد التصوير لان ما التصوير يعني كنصور بيد وكنصاوب بيد ما عنديش كيفاش ندير. المهم هنا راني طحنت الجلجلان وطحنت اللوز، درت سنيده ودرت شويه د الملحه، وهنا درت معلقه ديال القرفه. انا خويت هذاك الزويته ديالي. يعني ان شاء الله هاد الكميه هذه كتعطينا واحد الكميه ما شاء الله ديال الغريبه البهله ديالنا. بالنسبه للزبده انا ذوبتها حيت البرد. ملي الا كان الحال سخون يعني ما غادي تحتاجوش ديروا لها الطريقه هذه. غتبداو بها هي الاولى، غتمعكوها مع السكر سنيده، من بعد عاد الزيت، من بعد عاد القوام اللي درت انا في التالي. ولكن حيت انا ذوبتها كيف قلت لكم البرد ما بغاتش تصاوب ليا، داكشي علاش خلطت كلشي صافي. هنا تيبقى لي غادي نزيد غير هاد 3 ديال الخمارات وغنزيد الدقيق. هنا راني جمعتها كيف كتشوفوا معايا كتجي على هاد الشكل هذا ما قاصحه ما جاريه. العجينه ديالها كتجي على الشكل اللي غتشكلنا كيف كتشوفوا معايا. صافي هنا راني درت اللاطات ديالي فرشت فيهم الورق وغادي ندوز غادي نشكل الغريبه ديالي على هذا الشكل هذا. هنا كيكون الفران كيسخن، يعني ضروري خصو الفران يكون سخون بزاف، يعني يكون سخون مزيان. عاد نحشيو غريبه فيه. غريبه باش تشقق لكم غديروها من الفران من التحت حتى تشقق عاد طلعوها للفوق هكا باش كتطلع لنا غريبه ناجحه وكتشقق لنا كيف ما كتشوفوا. جاتني على هذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، يكون مفيد لكم. وهادشي اللي كاين اخوتي، ونخليكم على خير الى فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله.